ايوه كده يا جماعه، قبل ما تقولوا يا معتز ده الايفون غالي قوي، تعالى نفكر مع بعض. هل عمرك سالت نفسك الايفون ده بيكلف ابل قد ايه عشان تعمله؟ مستعدين تكشفوا السر ورا الاسعار الجنونيه ولا لا؟ النهارده هنعمل رحله جوه مصنع الايفون وهنشوف كل جزء بيتصنع بكام بالظبط. بس خلي بالك الفيديو ده مش مجرد ارقام، هنسالك اسئله كده في النص تخليك تشوف نفسك فاهم ولا لا. أول حاجة الشاشة اللي الناس بتشوفها وكأنها 4K سوبر ألت، الحقيقة أبل بتدفع حوالي 120 بس عشان الشاشة دي، يعني مش كل اللمعان ده يعني سعرها بالمليارات. وتاني حاجة شريحة ال A series دي، وأي حد بيحب الألعاب أو الأداء لازم يعرف إن الشريحة ال A series أقوى شريحة موبايل في العالم، وتكلفتها حوالي $40 بس. تخيل معايا شريحة تجيب لك كل القوة دي بكام بس. وتالت حاجة نظام الكاميرا، والكاميرات اللي الناس فاكرة انها جاية من ناس، في الحقيقة ابل بتدفع حوالي $60 على كل كاميرا، يعني كل الصور اللي بتنزل على انستجرام والفيديوهات دي كله $60 بس للكاميرا. اما رابع حاجة البطارية اللي بتقعد يوم واحد وتفصل عند 20%، ابل بتدفع عليها ما بين ال10 و$15 بس، يعني اقل من سعر اكواب القهوة اللي بتشربها الصبح. خامس حاجة الإطار والتصميم، الإطار البريميوم اللي الناس اللي شايفينه فاخر كده، الحقيقة هو ب$50 بس. مش كل المظاهر بتعكس السعر، بس شوف التجمع. أما سادس حاجة الساعة التخزينية والتخزين حوالي $20 فقط لكل نسخة. أما التجميع والعمالة، وهو التجميع والعمالة زي شوية حاجات صغيرة زي السماعات حوالي $30 بس، والإكسسوارات الصغيرة تقريبا $100. يعني المجموع النهائي في نهاية المجمل كل الآيفون بيكلف أبل حوالي $500 بس في السوق بيتباع بألوف الدولارات. والسوق الكبير، هل السعر ده عادل ولا ده موضوع للنقاش؟ طب يا ترى انت شايف ان الفرق الكبير بين تكلفة التصنيع والسعر يستاهل ولا لا؟ تحب تعرف ابل بتستفيد من كل نسخة كام؟ لو كنت مكانك كنت هتدفع السعر ده ولا هتختار حاجة ارخص بنفس المواصفات؟ يعني في الاخر الايفون بيكلفش ابل بالمليارات اللي بنشوفها، بس كل حاجة حوالين الماركتينج والبراند والتجربة الشخصية بتخلي السعر غالي. ولو عايز تعرف اكتر عن اسرار التكنولوجيا والاسعار الحقيقية اللي محدش بيقولها، لازم تشوف كل المراجعات عندي على القناة. ما تنساش تشترك معايا في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.